السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للناس اللي عندها أي نظام من أنظمة كالي لينكس وكانت محتاجة تستعمل البرامج بتاعة الأوفيس اللي هي زي الوورد والإكسل والباوربوينت، وكانت بتواجهها مشاكل في إن هي مش لاقية حاجة زي دي عندها على الكالي لينكس، أو عندها على نظام أوبنتو من كالي لينكس، أو أي نظام عامة من كالي لينكس. طيب ده حله بسيط، حله بسيط، يعتبر حله بسيط جدا كمان. كل اللي عليك إن أنت بتنزل حاجة اسمها لايبراري أوفيس او لايبرري اوفيس. لايبرري اوفيس معلش. لايبرري اوفيس دي مكتبة بيكون فيها برامج الاوفيس بس باسامي تاني. يعني عندك رايت، دي اللي هي الوورد، دي اللي هي الوورد في الويندوز، هي باسم رايت هنا. الكالك ده اللي هو الاكسل، الاكسل عندك في ويندوز هو الكالك هنا. اما الامبريس هنا ده اللي هو الباوربوينت، اللي هم هناك في الويندوز هم اللي هتلاقيهم هنا. هو بالظبط، بس يختلف الاسامي وتختلف الصيغ اللي ممكن تحفظ بيها اللي هو الملف يعني. ممكن تحفظه علشان بعد كده بصيغة معينة، علشان لو هتشغله بعد كده على بسم الله الرحمن الرحيم، لو هتشغله على ويندوز ممكن تحفظه بنفس الصيغة لو هتشغله بعد كده على لينكس عادي. آه، برنامج الوورد اهو بالظبط، يعتبر فيه كل حاجة تخص الوورد، وهو ما يختلفش عنه حاجات كتير. تمام. قد تختلف الواجهة سنة بسيطة، بس هي يعتبر، وهو نفس اللي هتلاقيه هناك هتلاقيه هنا، وبشكل مجاني، مش هتحتاج انك تدفع فلوس خالص. وده الكالك اللي هو زيه زي الاكسل بالظبط على ويندوز، هو بنفس الادوات وبنفس البساطة بتاعته. يمكن هو ابسط سنة بسيطة، مش نفس الشبه، مش نفس الايقونات بشكل كبير، بس هو يعني بيكون يعني مجاني، وهو بالظبط عن الاكسل اللي بيكون على ويندوز. ان احيانا البرامج اللي على ويندوز بتاعت الاوفيس بتكون عشان تفتح فيها حاجات بتكون باشتراك شهري، وفي منها اللي تشتري الحاجة دي على طول. ف ده موجود هنا. وممكن كمان في حاجة تانية معلومة عايز اضيفها برضه. ممكن على فكرة تشتري ممكن قصدي تنزل البتاع ده على ويندوز عادي، اللي هي اللايبرري اوفيس. ممكن تنزلها على ويندوز بكل سهولة وهتنزل معاك. انا معرفش طريقة تنزيلها على ويندوز بصراحة، بس ابحث على اليوتيوب هتلاقي. بس عامة دي طريقة التنزيل على اي نظام من انظمة الكيان لينكس، وانا اشرح لك طريقة التنزيل، بس عامة بفرجك عليهم. وده الباوربوينت اللي على ويندوز، هو اللي هنا يعتبر زيه بالظبط. طبعا زي ما انا بقول لك هيكون في بعض الاختلافات البسيطة، بس يعني احنا آه هنحاول ان احنا نحل المشاكل دي. عايزين بس نخلص بسرعة قبل صلاة المغرب. طيب، ايه هي اوامر تنزيل ال ايه هي اوامر تنزيل اللايبرري اوفيس؟ هي اوامر بسيطة جدا. اول امر بس هنعمل ابديت للكالي، وبعدين امر تثبيت اللايبرري اوفيس. وبعد امر تثبيت اللايبرري اوفيس الرن ده بيخلي لك ايقونات اللايبرري اوفيس زي ايقونات الويندوز سنه بسيطه، والحاجات اللي جواها برضو بيحاول يخليها لك زيها سنه بسيطه. فاحنا هناخد اول امر اللي هو بتاع التحديث، ناخده كوبي، نحطه هنا بس. هنضيف عليه حاجه بسيطه، and sudo apt upgrade، وتعمل انتر. هيطلب منك كلمه السر تكتبها له عادي. هيعمل تحديثات الكالي عندك، او هيعمل تحديثات اوبنتو عندك، ايا كان النظام هيعمله تحديث. انجاز يا ابن الحلال، عايزين نروح نصلي. على حسب النت عندك ممكن يطول وممكن ما يطولش على حسب النت عندك. طبعا انا منزل اداة فمش هيطول معايا اصلا، عشان كده الاداة موجودة عندي، او البرنامج موجود عندي، فهو مش هيطول، او هو مش هيطول عندي لان هي فعلا موجودة عندي. وعندنا هنا ده الامر اللي احنا قلنا ان هو بيخلي البرامج شبه الويندوز. تمام كده خلصنا. هتلاقيهم فين بقى؟ شوف
انت بتجيب شوف انت بتجيب منين الويندوز في اللي كان لينكس عندك، شوف انت بتجيب التطبيقات منين، او في الاوبنتو عندك شوف انت بتجيبها منين او حاططها فين، ايا كان المهم ان انت تجيب كل التطبيقات اللي موجوده عندك تلاقيهم موجودين هنا عندك اهو. ده كالك اللي هو قلنا ان هو زيه زي الاكسل، وده تبع الرسم ماشي. وده قلنا ان هو الباوربوينت، وده قلنا ان هو الوورد، وده تبع معادلات الرياضيه. ده بصراحة يعني أنا ما تعمقتش وما سألتش عنه كتير لأن أنا حسيت إن هو مش هيفيدني، بس ده البرنامج الأساسي اللي ضمن كل الستة دول اللي هو المكتوب هنا لايبرري أوفيس. لو دوست عليه وفتحته هتلاقيهم موجودين عندك هنا كده، عندك على الشمال، تقدر تستعمل منهم أي واحد. وعامة أنت برضو لو جيت وفتحت منهم أي واحد، مثلا أهو لو فتحنا الكالك اللي هو زيه زي الاكسل، وبعدين انت مثلا نسيت مثلا او اتلخبطت ايا يكن وعاوز تطلع منه من الكالك بس عشان تجيب حاجه تاني، فانت ممكن تضغط حرف الاكس اللي هو اللي هنا وتختار اي حاجه تاني من هنا. هو كده كده بيكون موجود معاك على اللايبر اوفيس ذات نفسه، لانه يعتبر بيفتحه لك هو شخصيا، لكن بيكون فاتح لك كالك جواه. كالك التطبيقات اللي هي من بره دي بتكون اختصارات، بدل ما تخش على لايبر اوفيس ذات نفسه، دي بتكون اختصارات شويه. تدوس يفتح لك البرنامج اللي انت عايزه على طول. فكده نكون حلينا مشكلة ان انت مش لاقي معاك ان انت ما تكونش لاقي اي حاجة تستعملها بالنسبة للاكسل والوورد والباوربوينت على نظام لينكس، او عامة لو انت على نظام ويندوز وعايز تعمل حاجة مجانية، فبرضو اللايبر اوفيس هو زيه زي المجان، زيه زي برامج الاوفيس بتاعت الويندوز، بس هو يعني مجاني وخفيف عنهم شويه. تمام. آه في حاجات لو انت عايز نشرحها لك، تمام، انا ما عنديش مانع ان انا اشرحها لك في الوورد، او اساسيات الوورد انا ممكن اشرحها لك، واساسيات الاكسل انا ممكن اشرحها لك، او على حسب يعني اساسيات الرايت هنا انا ممكن اشرحها لك، او الكالك هنا انا ممكن اشرحها لك، علشان انت بس الاسامي ما تخبطش معاك يمين وشمال.